السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ام كرمة صاحبة قناة ماما كوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. قناتنا حلوة وخفيفة، فيها روتينات، فيها فلوجات، فيها فيديوهات جامدة جامدة جامدة. خشي بس خدي لفة فيها. نعم يا كوكي. المهم الفيديو ده كنت لسه كده صاحية من النوم، وانا من النوع اللي بحب اصحى بدري. الكل اللي متابعني يعني عارف ان انا بحب اصحى بدري. فكنت لسه صاحيه من النوم، تمام. وكوكي كان عندها حضانه وكريم كان عنده مدرسه. فقلت بقى ايه، ده كان روتين يوم الخميس. تمام. فقلت بقى ايه، اظبط الاول كده نفسي عشان اقدر ان انا اكمل معاهم اليوم. خدت بقى الشاي بلبن بتاعي وخدت سندوتشات، ورحت قعدت كده في الانتريه وقلت اشربهم، وبعد كده اقوم اشوف هعمل ايه. طبعا بقى قمت حضرت اللانش بوكس بتاع كارما وكريم، تمام. وهنا كوكي بقى عايزه تصبح عليكم وتقول لكم حطوا لايك. ايه القمر ده؟ صبحي يلا على اصحابك، قول لهم حطوا لايك يلا. حط لايك واشتراك. ايه القمر ده؟ يلا بقى مشي قدامي، يلا امشي. تاخدي الشنطه، تاخدي الشنطه. طب طلعي ايدك من بقى يا خلاصي. بصي هنا، بصي هنا، ايه القمر ده؟ وبعد. يلا. هي اصلا كده كانت نايمه، يعني كده لسه صاحيه من النوم. حضانتها بدري الساعه 8، فهي بتصحى طبعا بالاكراه. بس انا خلاص ان شاء الله هنقلها فتره الظهر، فعشان خاطر كده ما كده صحيانها بيبقى صعب قوي عليها وعليا، وانا مش بقدر اصحيها، وبصراحه بيبقى بدري قوي ليها، فانا هخليها فتره الظهر. المهم بقى جايبه لكم اكله النهارده، الكيلو منها ب50 جنيه، وينفع كمان للعزومات، تخيلوا. يلا نشوف هنعمل ايه. جبت بقى، عديت على السوق جنب حضانة كوكي. عديت عليه، جبت منه كيلو اللي هي الجناحة ديت، الكيلو ب50 جنيه. بشرت بصلتين او فرمتهم في الكبة زي ما عندك استعملي، وحمرتهم كده او شوحتهم. واول ما دبلوا معايا نزلت بالجناحة دي. صدقوني جربوها بالطريقة ديت، مش هتندموا ومش هتبطلوا تعملوها. وبالنسبة للسعر حلو قوي، ان انت هتعملي حاجة مفيدة وصحية وفي نفس الوقت مشبعة، وب50 جنيه. يعني بصوا حاجة كده تحفة. المهم هنا اهوت بقى هبتدي اقلب فيها كده في قلب البصل لحد ما تاخد معايا ايه، يعني يا دوبك بس التشويحة كده بالبصل، تمام. اول ما تاخد تشويحة البصل ديت هضربة بقى انا كام طماطمية في الكبة كده هنزل بيهم. بس تعالوا نحط البهارات الاول. البهارات عبارة عن ايه؟ فلفل اسمر، كمون محوج، تمام، ملح، ورق لوري او ورق غار، قرنفل وحبهان، قصدي مستكة وحبهان، تمام. يبقى دي البهارات بتاعتنا اهيت. هنديها كده بقى رشة وتقليبة بالبهارات، وبعد كده ننزل بالصلصة بتاعتنا. المهم لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي من الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، وحطي لي لايك عشان تبقي أخت من إخواتي، وإن عيلتنا تكبر إن شاء الله بيكم وليكم. ويا رب أكون بقدر أفيدكم بفكرة واحدة بس، ويا رب أكون خفيفة على قلبكم، تمام. أهو كده حطيت الحباش بتاعي كله أو البهارات بتاعتي كلها، عشان خاطر ايه، اديها تقليبه كمان، وبعد كده انزل بالصلصه بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. كان جايلي كومنت بيقول ان الفيديوهات بتاعتي ما بيوصلهاش اشعار ان هي يعني ايه تظهر عندها، يعني لما بنزل فيديو ما فيش ايه، ما بيجيلهاش اشعار. بصي يا روحي، الغي الاشتراك وارجعي اشتركي تاني وفعلي زر الجرس، اول ما هنزل فيديو هيجيلك اشعار بيه. الا اذا بقى انت كنت عامله الغاء من اشعارات اليوتيوب عامه، يعني في حاجه اسمها الغاء من اشعارات اليوتيوب عامه، ما يوصلكيش حاجه من يوتيوب. لو انت مش عامله دي يبقى الغي الاشتراك وارجعي اشتركي تاني وفعلي الجرس، وان شاء الله باذن الله فيديوهاتي كلها توصلك. كنت بقى هنا ضربه الطماطم في الكبه، نزلت بيها كده، ماشي. وطبعا لو ما عندكيش كبه اعملي بالخلاط، بس انا عشان زي ما انتوا عارفين الخلاط بتاعي بايظ يعني وكده.
تمام. هزودها بقى شوية مية وهسيبها تستوي، وبعد ما تستوي هنعمل فيها تركاية، هنخليها بصوا حاجة بتشتريها غالية قوي من مطعم من بره. احنا النهاردة بنبدأ يا جماعة، بنبدع. وطبعا انا عندي كوكي لا بتاكل لحمة ولا بتاكل سمك ولا بتاكل كبدة ولا بتاكل اي حاجة من الحاجات دي، اديني فراخ وبس. سواء حتى انا لو عاملة اكل تاني زي الفيديو اللي فات كده بعمل لها فراخ، لان هي ما بتحبش غير الفراخ. هسيب بقى الجناحة بتاعتي كده تستوي على العين التانية، وتعالوا يلا بينا نعمل احلى شوية رز بشعرية. وطبعا الرز مش محتاج وصفة، فانا ما وصفتش فيه حاجة، هو معمول بس انا حبيت اشاركه معاكم. تمام. هنا بقى بعد ما طلعت الجناحة من الشوربة او من الصلصة اللي انا عملتها لها، جبت دقيق وبهرته بشوية كمون، وكان عندي شوية فيجيتار حطيتهم عليه، وابتديت ان انا بقى اغلف الجناحة بتاعتي كده. طبعا عشان هي لسه طالعة كمان من الشوربة، الدقيق هيمسك فيها. عايز تستبدلي الدقيق بفيجيتار او ببقسماط عادي مفيش مشكلة، بس برضو الدقيق هيقضي الغرض وهيبقى جميل جدا. هتشوفي معايا دلوقتي. وطاسة على النار بقى كده فيها زيت سخن ومولعة عليها، وهنزل بقى بالجناحة بتاعتي ديت، وشوفوها لما تطلع هتبقى عاملة ازاي مع الرز مع الشوربة. وعملنا بصوا، يعني مش هقول لكم كنتاكي، انا وصفة كنتاكي عاملاها في القناة من قريب، خشي اتفرجي هتشوفيها وهتلاقيها وهتعجبك قوي. اهو شايفين مزيت بقى حاجة تحفة كده، حاجة تحفة بجد. الكفر بتاع دي اللي عملناه مع التسبيكة اللي انت سويتيها فيها، عاملة احلى جناحة، احلى فراخ. كانت حلوة جدا على فكرة، وطعمها جميل قوي. بصوا شايفين، وبجد مشبعة وجميلة وموفرة واقتصادية. الله يكون في عوننا في الزمن اللي احنا فيه ربنا يقوي كل واحد على حاله. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.